مدير أعمال صباح. أما الصبوحة كانت بالنسبة لي الله يرحمها، مش آخر مرة لأن حبيت تونس كتير وحبيت أهل تونس كرمة وجدعان ومية مية. المرأة التونسية ست جدعة ومضيافة وكريمة، وتحس إن أنت قاعدة في وسط عيلتك وفي وسط بلدك بصراحة. مفيش غربة في تونس؟ مفيش غربة في تونس، لا والله ابدا، ولا حسينا بغربه، بالعكس حاسين انه نحن ببيوتنا ومع اهلنا. وعن الندى والورد مفتح على خده، وين ما اعطيوني اياكي يا جبال العالي لا هد. بعد الصبوحه مفيش حد. حتى الآن ماكش مدير أعمال حتى حد؟ لا مفيش حد يستاهل. بعد الصباح مفيش حد يستاهل. هي كانت نمبر 1 وهي برضو ميتة نمبر 1، واحنا دلوقتي عايشين في خير صباح. مرحبا بك في تونس، من مصر لتونس. كيفاش لقيتها زيارتك الأولى إلى تونس؟ والله ما شاء الله ما كنتش متخيل ان تونس حلوه بالشكل ده، وناسها طيبين وكرمه. لا 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 لا، حاجه تانية. تونس مية مية صراحه. قديش عندك في تونس؟ كم يعني مدة؟ ايه يعني؟ كم عندك مدة يعني في تونس؟ ان شاء الله تقريبا حوالي 20 يوم. زرت أماكن في تونس؟ انا لسه جاي امبارح، لسه طازه. لسه طازة. رايحين السوق دلوقتي، هنشوف الدنيا وبعد كده ان شاء الله جامع سي بوسعيد، جامع الزيتونة، جامع الزيتونه سيدي بوسعيد. بوسعيد اليوم ان شاء الله. اليوم إن شاء الله في سيدي بوسعيد. اي ان شاء الله في سيدي بوسعيد. لابس على ألوان سيدي بوسعيد. بالظبط كده، على الوان سيدي بوسعيد. وكي جيت زيارة لتونس شنو الفكرة اللي عندك قبل ما تجي؟ والله الفكرة عندي، أنا أول مرة أجي تونس، لفيت كله أوروبا أمريكا كل حتة، بس تونس أول مرة. متأخرة يعني؟ متأخرة بالظبط كده. احنا التوانسة نمشيو برشا لمصر وانتي ما تجيش لتونس. أهلا وسهلا بيكم في مصر بلدكم، وإحنا هنا مبسوطين جدا 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 إن إحنا عندكم. نزلتم أهلا وسهلا. كيفاش لقيتوا البلاد؟ كيفاش لقيتوا الطقس؟ الطقس كتير يجنن، حلو ما شاء الله تبارك الله، وتونس حلوة تجنن وناسها حلوين وكله مية مية. أيوة، صوتك حلو. بيقولوا. سمعنا شوية أغنية على تونس. مصر ولا لبناني؟ تونسي. تونسي؟ برشا برشا يا مدلل برشا برشا. لا بس كان اغني لك انا لبناني حاجه عارفها بقى. غني لي. وعن الندى والورد مفتح على خده، وين ما اعطيوني اياكي يا جبال العالي لا هده. الندى نزلت حد العين وسالتها الغيبي وين، الندى نزلت حد العين وسالتها الغيبي وين، غمزتني بهاك العينين وبدا تحكي وما بدا. وعن الند والورد مفتح على خده، وين ما اعطيوني اياكي يا جبال العالي لا هده، يا جبال العالي لا هده. هذه غنيتها لزوجتك؟ ايوه. وين زوجتك؟ أهلا مرحبا. اهلين فيك يا رب. سورية؟ انا سوريه وجوزي مصري. سورية وجوزك مصري وفي تونس، مرحبا بك. اهلين فيكم يا رب، والدنيا كلها منوره بوجودكم، ونحن منورين لاني نحن بتونس الخضراء. شكرا. أول زيارة أنت زاد لتونس؟ اول زياره. متأخرة شوية زيارة؟ هي ظروف والحمد لله، يعني قدرنا نجي يعني تونس. كيفاش لقيتها تونس؟ تحفة تحفة، بسم الله ما شاء الله، يعني الخضار والطبيعة والدنيا والناس كتير طيبين وحلوين وما شاء الله، يعني بلدنا منا غرب. ما فماش. طبيعة تونس قريبة شوي من طبيعة سوريا. تعيشوا في مصر ولا في سوريا؟ لا مصر. انتم ما عندكم عائلة تونسية بحذاها ولا ساكنين في نزل؟ عنا قرايبين في تونس وطيبين جدا جدا طيبين جداً كتير جداً وعايشين جداً. معاهم. عمو وطنط نورة. فكتير كتير كتير مبسوطين جدا عندهم بصراحة، والله حاسين احنا وسط أهلنا يعني. يعني عندكم فكرة على العادات التونسية في الأكل وفي مرة أكل الأكل التونسي يجنن ما شاء الله تبارك الله. الهريسة. شنو أكليت لحد الآن؟ هريسة والكسكسي والطاجين، حاجات حلوة أوي أوي أوي، كلها حاجات. ما كليتوهمش قبل ماكلة تونسية حتى مرة؟ أول مرة أكلت أكل تونسي. أول مرة بس عجبني كتير يعني. ماما. شنو الفرق بين الأكل التونسي والأكل المصري ولا الأكل السوري لو كان زوجتك تطبخ لك؟ في فرق كبير. ليها طبعها. بس أكل التونسي يعني نحن أكلناه حلو، بس بيعتمد على بهارات كتير وحراق. بس على فكرة صحي.
لانه بيستعملوا فيه زيت الزيتون. اكل المصري طبعا فيه القلي اكثر، عرفتي؟ وهو هو كثير محدود بالنسبه للاكل التونسي. بالنسبة للزيارات شنو برنامجكم معناتها اليوم سيدي بوسعيد ومن بعد؟ ان شاء الله بامر الله بعد كده نطلع على الساحل بحر شويه، يعني نلف كده نشوف الاصحاب الكوربه نابل هيك شيء ان شاء الله. ماشيين سوسة حمامات. سوسه ان شاء الله نروح سوسه والحمامات ان شاء الله ان شاء الله. فما العصفورة قالت لي انك مدير اعمال صباح. اما الصبوحه كانت بالنسبه لي الله يرحمها. احكي لنا شوية على علاقتك بها. الصبوحه انا مهما حكيت ومهما قلت شهادتي فيها مجروحه، يعني لو هذا اتكلم سنين عنها مش هديها حقها. ست كريمه وجدعه وخيره وشيك ولارج، كل حاجه حلوه فيها، الله يرحمها الله يرحمها. انا عايش على ذكراها دلوقتي بس عايش ميت، عارفه ليه؟ سلامتك اللطف عليك. انا لما كانت هي عايشه كنت عايش دلوقتي يعني الدنيا مش حلوه بعديها، الله يرحمها. واهم الطرائف اللي صارت ما بينك وبين السيده صباح؟ اهم الطرائف او حاجات كتيره قوي سفر وعشره بين لبنان وبين مصر وامريكا وفي كذا بلد، يعني صباح حته سكره ودمها خفيف، وكانت دايما كده تحب الحياه وتحب تضحك وتحب المرح، مش هيجي زيها تاني. يعني المرح اللي نشوفوا فيه عندك خذيته من السيده صباح؟ طبعا من الصبوحه الله يرحمها. بعد الصبوحه؟ بعد الصبوحه مفيش حد. حتى الان ماكش مدير اعمال حتى حد؟ لا مفيش حد يستاهل بعد الصباح، مفيش حد يستاهل. هي كانت نمبر 1 وهي برضو ميتة نمبر 1، واحنا دلوقتي عايشين في خير صباح، يعني هي ميتة بس احنا عايشين في خيرها. الله كيفاش؟ كيفاش معناتها؟ يعني مثلا البيت اللي انا فيه، العربية، ولادي، التعليم، كله من خير ربنا ثم من خيرها صباح. يعني زرت لبنان كل البلاد الا تونس؟ اول مرة تونس. اكيد مش اخر مرة تونس؟ ان شاء الله مش اخر مرة، لان حبيت تونس كتير وحبيت اهل تونس كرمة وجدعان ومية مية. كيفاش لقيت المرأة التونسية؟ المرأة التونسية ست جدعة ومضيافة وكريمة، وتحس ان انت قاعدة في وسط عيلتك وفي وسط بلدك بصراحة. مفيش غربة في تونس؟ مفيش غربة في تونس، لا والله ابدا، ولا حسينا بغربه، بالعكس حاسين انه نحن ببيوتنا ومع اهلنا. كي تروح شنو تحكي لصديقاتك الاقاربك على تونس؟ اكيد بدي اقول لهم يعني يجوا يزوروا تونس. لازم تونس 100. اكيد باش تعاود زيارات اخرى؟ لا ان شاء الله بامر الله لازم نيجي على طول باذن الله. اكيد باش يكون فما وعاشت مصر وعاشت لبنان وعاشت الوحده العربيه كلها. اكيد باش يكون فما اعمال في تونس ولا لا؟ لا اعمال في تونس ما فيش، لو حد طلبني في حاجه اوكي. رقمك نطلبك عليه ان شاء الله. ميرسي. مرحبا بكم.